التفاهه راه مذكوره في القران، راه المشكل فيك انت اللي كتفرج فيه. هو راه طلع بسبب كيحرف في القران مقاطع مخله بالحياه. الكره كدير ليه بزاف ديال الوقت، كيعنيش انك انسان تافه. النظام فاسد. انا البنان انا كل ذلك لخدمه اغراض السوق في النهايه. يلحظ المرء صعودا غريبا لقواعد تتسم بالرداءة والانحطاط المعياريين، فتدهورت متطلبات الجودة العالية وغيب الأداء الرفيع، وهمشت منظومات القيم وبرزت الأذواق المنحطة وأبعد الأكفاء، وخلت الساحة من التحديات، فتسيدت إثر ذلك شريحة كاملة من الجاهلين والتافهين وذوي البساطة الفكرية، وكل ذلك لخدمة أغراض السوق في النهاية، ودائما تحت شعارات الديمقراطية والشعبوية والحرية الفردية والخيار الشخصي. إن ممارسة الحرية من قبل أكثر الشعوب تمسكا بها تحملني على الاعتقاد بوجود أحوال ينبغي أن يوضع فيها غطاء يستر الحرية مثل ما تستر تماثيل الآلهة. أولا ماشي أي حاجة ترفيهية راه بالضرورة غتكون واحد الحاجة اللي تافهة، حيت بزاف ديال الناس كيربطوا الترفيه بالتفاهة. مثلا الكوميديا أو الفكاهة راها تفاهة، الكورة راها تفاهة، وهذا خطأ. الترفيه هو الترويج عن النفس، وهذه حاجة طبيعية، حيث لا يعقل الإنسان يبقى حياته كاملة مثابر وخدام بجدية، وإلا هذا الإنسان غيجي واحد النهار وغطفى ليه الحجرة وغيهرب ليه بهذا المعنى، وغيخصو عاوتاني باش يجدد المعنويات او لا، حيت مستحيل تكون او لا تبقى عندك هذيك الطاقه الايجابيه كل نهار. انا مثلا شحال هذه ما حطيت لكم فيديو في يوتيوب حيت المورال ما كاينش. السبب اللي خلاني اليوم نحطو لكم حيت قبل مارست واحد الانشطه ترفيهيه اللي خلاو المعنويات ديالي يطلعوا، اولا مثلا داك الادرينالين عاوتاني يطلع. مثلا لعبت ماتش ديال الكره مع الدراري صحابي، سافرت معاهم للشمال مثلا، لعبت معاهم الجيمنج في الدار. هذه كامله كنعتبرها انشطه ترفيهيه اللي كتخليني نجدد المورال ديالي من اول وجديد. والترويج عن النفس ما تكونش واحد الحاجه اللي مشبوهه وتصدق ما راجعش عليك بالنفع، ماشي تخرج تمشي تضرب الماحيه وتقول لي راه مشيت روجت على نفسي، هذا هلاك للنفس، هلاك الصحه ديالك. والترفيه اللي خاصنا بالضبط هو هذاك اللي عنده علاقه بالروتين ديالنا اليومي في الحياه، هذاك اللي يخلينا نديروا واحد الخدمه مهمه من بعد. وباش نديروا ديك الخدمه غير خصنا قبل واحد الروتين نجمعوا منه الطاقه. كاين اللي مثلا كيرتاح انه يقرا كتاب، كاين اللي كيمشي للجبل، كاين اللي كيمشي يلعب كره. وباش اننا نخدموا مزيان او نقراو مزيان راه محتاجين هذا النوع من الترفيه هذا في الحياه ديالنا، هو باش كنجيبوا ديك الطاقه الايجابيه باش يدوز عندنا نهار كامل زوين. كاين مثلا اللي قبل ما يمشي للخدمه كيمشي يدير واحد نص ساعه ثلث ساعه الا ربع ديال القهوه، الا ما شربش هذيك القهوه غيضر راسو نهار كامل. الامر ما عندوش علاقه بداك الكافيين اللي كاين في القهوه، ماشي هو السبب، وانما هذاك الروتين خاصو يديرو قبل ما يمشي للخدمه. وهذا الشيء كتعتبر ترويج عن النفس ماشي تفاهه. الوالد ديالي الا شاف هذا الموضوع لحد هذه النقطه غادي يقول لي وفين هو الدين الاسلامي ما ضربتيش به مثل. في الموضوع الديني يكفي ان هذاك النشاط اللي غدير ما يكونش غيأذيك، ما يأذيش النفس وما يكونش كيأذي الناس. بحال اللي قلنا قبيله ما تمشيش تضرب الماحيه او لا تكميكارو تقول لي هذا ترويج عن النفس. واي نشاط ترفيهي غديرو ما يكونش كيلهيك على حوايج اهم غديرهم هذاك النهار وفي هذيك الوقيته. لا عزيز عليك الضحك، ما تكونش هذاك الانسان اللي غير كيضحك وكيتمازح نهار كامل ومع من كان، وناسي الدين ناسي الخدمه، نسيتي بزاف ديال الحوايج اللي مهمين خاصك ديرهم في الوقت ديالهم. الكره مثلا ماشي عيب تفرج في ماتش حتى لجوج ماتشات في السيمانه، العيب هي الا كنت كدير لك الوقت ديالك كامل. بحال هذوك مثلا اللي كيكونوا واقفين في راس الدرب وكتلقاهم نهار وما طال كيهضروا على كره، انتقالات الشتويه انتقالات الصيفيه، اولا هذوك اللي كيبقاو عصرين في القهوه من 9 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه. هذا الشيء دابا كنعتبروا انا تفاهه من الدرجه الاولى، ولكن الا كان كيدخل لك فلوس صحيحه هذه هضره اخرى. تفاهه اصطلاحا هي واحد الحاجه غير هادفه وما كتقدم حتى شي افاده لك وللمجتمع، وكدي لك الوقت كامل وكتلهيك على امور اللي هي اهم. لكن الا شدينا مثلا المقدم ديال الاخبار ديال الكره غيخصو يبحث ويقلب على المسيره ديال واحد اللاعب ولا المسيره ديال واحد الايكيب امتى تاسات وما الى ذلك. يعني الكره كدير ليه بزاف ديال الوقت. واش هذا الانسان نعتبروه تافه؟ تقدر تبان لك انت باللي المحتوى اللي كيقدم هذا السيد او الاخبار اللي كيدير هذا السيد هي مجرد تفاهه، ولكن بالنسبه ليه راه خدمه هي اللي كيجيب منها قوت يومه. كره المصدر الرزق ديالو سواء كمقدم اخبار او لا معلق في الرياضيه او لا هو اللي كيلعب كره، هذيك المصدر الرزق ديالو ما يمكنش تمشي عنده وتقول ليه خويا ما تبقاش تبارطاجي معنا الكره هذه تفاهه، ما يمكنش. واسمح لي راه المشكل فيك انت اللي
كتفرج فيه. ما باغاش تفرج فيه اذا علاش متابعو اصلا؟ البعض الناس الله يسمح لهم مثلا في انستغرام كتلقاه كيسبك في التعليقات، يسبك في لي كومونتير، وباش كيبغي يهربوا لي هو انه كيدير لك فولو متابعه في انستغرام، بالرغم انه ما حاملكش وما باغيش يشوفك وما باغيش يسمعك وباغي غير يطيحك وكيتسنى غير امتى طيح باش هو ينوض يضحك. وكاين عاوتاني واحد من الفئه ديال الناس كتلقاه كيقول خصنا نحاربوا التفاهه راه خارجه على المجتمع، كتلقاه هو الاول كيساهم فيها. يقدر كاع يكون كيساهم فيها بلا ما يعيق هو، راه غير الا طلع لك فيديو ودوزتيه ما تفرجتيش فيه مثلا راه كتسمى خداو من عندك نسبه مشاهده وحده، وبالتالي هكا كتكون ساهمتي في داك الفيديو واخا ما ديرش لايك. ولا مثلا اذا طلع شي واحد مثلا في الفيديو كيحرف القران مثلا، عوض ما تصينياليه وتبلوكي داك لا فيديو كتمشي كدير ليه ديزلايك. واش شريف راك ساهمتي بداك الفيديو بديزلايك ومشاهده. بالعكس اي فيديو كيكونوا فيه انتقادات كثيره وضجه راه يقدر كاع يطلع طوندونس في يوتيوب، هو راه طلع بسبب، وهذا هو السبب علاش المحتوى التافه ديما طالع. بحال دابا مثلا داك بليد ديتينغ، فضيحه ديال ديك الدريه اللي لابسه كتوا، وهذا راه داك الفيديو طلع لحقاش بحال هذا النوع ديال المحتويات ما كيصدقوش في المغرب، فهمتي؟ ما حنا ما موالفينش داك الزهوك راه داك الفيديو ماشي حيت الناس بغاو يسيبورطيوه، ولكن بكثره الانتقادات والضجه الفيديو فهمتي طار. واخا ديك الساعه تلاح من ورا رمضان يمكن، ولكن بنادم اش كيجي يدير؟ كيجي يتفرج في الفيديو كامل وكيسقي عويناتو حتى الاخر عاد كيقول استغفر الله العظيم والاذكار وايات الكرسي. بحال هذا الفيديو اصلا ما خصنيش نعطيهم فرصه من الديبار من الاول بلو. اليوم جبت لكم واحد الفكره غتعجبكم بزاف، ولكن قبل وقلبوا معايا بعد الكاميرا. وتخيل معايا قدامك جوج ديال الطرقات. الطريق الاول فيه مشقه وغادي يدي منك الوقت بزاف، اما الطريق الثاني العاقه فيه مضمونه. في الاول طريق مجهول والثاني غتولي فيه مشهور، والاشكال هادشي غادي وكيزيد، والمجتمع خرج على السيطره صديقي. ايوا يمكن هادشي اللي عطا الله. وانت شمن طريق اختاريتي تمشي فيه؟ انا صراحه بما ان المجتمع مفقود فيه الامل وخرج عن السيطره، فاش غادي تنفعني القرايه الا كان النظام فاسد؟ فاللهم تفاهم نصوفيو راسنا ونصوفيو معنا والدينا. داكشي علاش كنعرض عليك تمشي معايا في نفس الطريقه بطل. خاصنا نوصلوا شنو ما كاينش. يلا تكبيس الدراري. انا البنانه انا البنانه انا البنانه انا ندوزو شويه للواقع ابر السوشيال ميديا. حتى في الواقع الا جا شي واحد يطبخ لك راسك بدوك المواضيع الباسلين، فهذا كتسمى مضيع الوقت بالنسبه ليا، وكتسمى هذه تفاهه، فهمتي؟ وعاد انت زايد ليه دير لي خاطرو المورال ديالك غيهبط. الا بقيت انت كتناقش معاه وكتقابح معاه فراه بجوجكم كتبارطاجيو التفاهه بجوج. كون كنتو حليقيه بجوج نقدروا نقولوا ديك الساعه راكم خدامين على راسكم. الفرق ما بين الواقع والمواقع ان في المواقع الاولويه كتعطى للترفيه السريع. داكشي علاش عادي جدا الترفيه يكون هو اللي متصدر. حتى في الدول الاوروبيه الترفيه كتلقاه هو اللي متصدر. باش ما نظلموا حتى شي واحد نعطيكم مثال. اشهر المحتويات المثيره للجدل بين قوسين المقالب، واللي تعرف عند الاجانب قبل ما يتعرف عندنا في المغرب. المقالب هذا مطلع على اخوه، هذا مطلع على اخته. الاجانب هما الاولين اللي تعرفوا بهذا الكونسيبت. روتيني اليومي اوسخ محتوى راه تعرف عند الاجانب قبل ما يتعرف عندنا العرب. هادشي راه وصل لواحد النيفو كتلقى ميمه دايره سيت خاص بها وكتلوح فيه مقاطع مخله بالحياه. ما كاين غير سد ثلاجه فتح ثلاجه. محتوى ديال التعارف حتى هو هذاك بليد ديتينغ راه تعرف عند الاجانب في 2010 وقيله ولا ما نعرف، قديم بزاف. بالعكس المغرب راه يلا دخل ليه مؤخرا. هذا الشيء تعرف عندنا حنا في المغرب راه حتى مورا كورونا، يعني حنا باقيين معطلين متاخرين ديما، فهمتي؟ ديما حنا معطلين. وكاين محتوى ديال الرياكشن. صراحه محتوى ديال الرياكشن ماشي شي حاجه جديده اللي دخلت المغرب، وهو واحد المحتوى اللي مهم. نقدر نقول لك في 2013 2014 راه كانوا عندنا يوتيوبرز كيديروا الرياكشن. انا شخصيا ما كنعتبرش المحتوى ديال الرياكشن هو محتوى تافه، على حساب انت علاش كترياكتي وعلى حساب انت كيفاش كتهضر في لي رياكسيون ديالك. حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيديروا الرياكشن
كيبداو تخسر الهضره، سب الوالدين، هذا طانز على هذا، الاخر مساب مع هذا دخل الحبس على قبل الاخر، تلاقاو في الزنقه ضربوا بجوج. المهم نتوما راه عارفين مزيان علاش كنهضر بلا ما نذكر سمياتهم. وهذا النوع ديال الكونسيبت بالضبط كتجيب منه غير السخط ديال الوالدين والعداوه والمشاكل مع الناس، والناس كيوليو واخدين عليك واحد النظره خايبه، واخا تكون كتدخل منهم فلوس صحيحه مثلا، لان ديك الساعه كيتفتح باب اخر، تولي تقول واش دوك الفلوس اللي دخلت واش حلال عليا ولا حرام، تولي داخل في هذه الامور هذه. تكون كدير المحتوى ديال الرياكشن ولكن كتراعي المشاعر ديال الناس ودير بحساب الفئات العمريه، فرا برافو عليك، المحتوى ديالك نقي، حتى الفلوس ديالك كلها حلال ان شاء الله. غير هو حذاري تكون كدير اشهار القمر مثلا بحال 1 اكس جهنم. اما بالعكس المحتوى ديال الرياكشن كاينين بزاف ديال الفيديوهات انا شخصيا استفدت منه، سواء في يوتيوب او في بلاتفورم ديال ستريمرز بحال كيك وتويتش. ما تنساوش تدخلوا عندي الكيك، راه كنطلق تقريبا 3 ايام 4 ايام في السيمانه. والسؤال واش التفاهه مثلا اللي كنشوفوا مثلا في الويب المغربي، واش هادشي كيبان علينا على ارض الواقع؟ الا حطينا مثلا دوله امريكا مع المغرب وقلت لك علق على هاد الجوج ديال الدول من خلال المحتويات اللي كيديروا على مواقع التواصل الاجتماعي، غتقول لي باللي امريكان مفزعانه بزاف، عندهم محتويات كثيره، خصوصا المحتوى الترفيهي، المحتوى الكوميدي. حتى هما راه اكثر محتوى طالع عندهم هو محتوى ديال الرقص. تيك توك المحتوى ديال الرقص وتشالنج راه متصدر في الويب الامريكان، مقاطع مخله بالحياه، نقدروا نقولوا موقع ازرق وخلاص. لكن الا شديت دوله امريكا والمغرب وقلت لك علق على هاد الجوج من خلال اشنو عندهم في الواقع، حتى في هذا الصراع امريكان غالبانه ومفزعانه. تقدر تقول لي كاع المغرب ما مشاركاش، علاش؟ حيت بكل بساطه ما عندناش كاع المؤهلات باش ننافسوها على ارض الواقع، ما عندناش اقتصاد اللي هربان، ولا ما تقول لي راه كنصدروا مطيشه. التعليم اللي مهم بزاف زيرو الا ما قلناش تحت الصفر. الرعايه الصحيه مازال مستوى ضعيف بزاف، وغير البنيه التحتيه نقدر نقول لك ربي غير كيحفظنا من الزلازل وصافي مقارنه مع الدول الاجنبيه. اذا علاش امريكان هي دوله متقدمه مادام عندها هذا المحتوى التافه كامل؟ انا غنقول لك الفرق كاين في الاولويات. هذوك الناس عطى الاولويه للحوايج اللي هي اهم بحال التعليم، الطب والانتاج. وهذيك التفاهه اللي بالنسبه لك انت تفاهه، هو بالنسبه لي غير ترويج على النفس. الا شتي شي واحد جالس وكاينه دريه كتشطح ليه، هو بالنسبه ليه هذيك غير كيروج على نفسه قبل ما يمشي للخدمه مثلا. بالنسبه لك انت غتكون قله ادب وتفاهه من حقك. اصلا داكشي كامل اللي تيوقع في الويب يلا هو واحد 10% ولا 15% من داكشي اللي تيوقع في الواقع. لهذا السبب ما خصناش نحكموا على الناس من خلال السوشيال ميديا، سواء اخلاقيا او مثلا من خلال المواقف الاجتماعيه اللي كتبارطاجها في السوشيال ميديا. ما نقدروش نحكموا عليها، حيت يقدر يكون مثلا هذاك الشخص داك المحتوى الترفيهي اللي كيبارطاجيه معكم على طيله الاشهر يقدر يكون وجدو غير في 3 ايام ولا 4 ايام وانت كيسحب لك هذيك هي حياته. ماشي صحيح. كاينين بزاف ديال التافهين هما كيبارطاجيو محتوى لا علاقه مثلا، ولكن كتلقاه في الواقع مهندس او لا طبيب. انا شخصيا كنعرف طبيب وكيبارطاجي محتوى تافه هو راه عارف راسه. هذه الحاله واش نعتبروا التفاهه كاينه؟ في الاول والاخير هي كتعتمد على السلوك ديال داك الشخص. كاين هاد فلان كيضحكني انا ولكن واحد اخر غيبان ليه تافه. التفاهه كاينه ولا ما كايناش راه الامر كيعتمد عليك انت خصك ديرها ما كايناش، ديرها ما كايناش مادام هي ناتجه على واحد السلوك ديال واحد الشخص معين. اللي بغيت نقول لكم هنايا ملي تيكون الميزان اللي غالب فيه او اللي متقل فيه هو العلم والوعي، فرا داك المجتمع غالبا تيبان عليه مجتمع قاري وواعي وعارف شنو تيدير، مجتمع قابل للتطور. لكن الا كان الميزان اللي متقل فيه هو التفاهه والبساله وهذا، راه باين المجتمع غيبان فيه مجتمع جاهل، والجهل راه من المرادفات ديال التفاهه. الوالد ديالي بعض المرات كيقول لنا شتي الناس كنت داوها غير في الدين ديالهم، كون راه ما خصهم حتى شي خير دابا، كون راه خير ما ناقصهمش. هو راه الدين الاسلامي راه فيه كل شيء، ولكن ملي كتقولها لواحد كيقول لك اش جاب الدين. انا كنعتبر باللي هادو الناس اللي كيعتمدوا على الدين باقين قدام، فهمتي، وجاهلين ما عارفين توزع. القران مثلا هو راه ما دارش لك غير باش تحفظه، واخا هو راه كاين واحد الاجر، راه خصنا نجلسوا ليه ونتمعنوا في الايات ونطبقوهم على ارض الواقع، حيت كلشي عنده داك المنظور ان الاسلام هو فقط تحفظ القران وتصلي الصلوات ديالك الخمس. لكن هادشي ما كافيش، حيت خاصك تخدم به وتطبقه في المواقف الاجتماعيه. ودابا ولينا كنشوفوا ملي مثلا غير كتدخل الجامع، حيت اشنو هو الكونسيبت ديال المسجد الجامع؟ الكونسيبت هو نصليو جماعه وكتلقى كل واحد كيصلي لراسو. الامام هنا علاش كيقول لك اعتدلوا اتموا الصفوف جزاكم الله خيرا؟ ملي كتمشي عند واحد كتسولو علاش ما دخلتيش مع الجماعه كيقول لك عزيز عليا نصلي لراسي، ما كنحملش نتلاصق مع الناس ونبدا نتزاحم معاهم. ولا شي واحد ملي كتنصحو خصوصا قدام الناس ما كيرضاش،
كيردها لك في وجهك. ومادام جبدنا الدين كتلقى مثلا في المدارس العتيقه، نرجعوا على الهضره اللي تيقول لنا الوالد ضربوا مثلا بالدين، وهذا مثلا في المدارس العتيقه كتلقى اغلب الطلبه او حتى المدرسين كيعتمدوا على حفظ القران، ولكن علوم الشريعه ما عطيناهاش حقها كامله. هذوك الطلبه خصك تخرج معاهم وتبنيو مواقف اجتماعيه اللي من خلالها ونطبق الدين الاسلامي. ها كيفاش كنصدق، ها كيفاش كنزكي، ها كيفاش كنحسن الظن بالناس، اماطه الاعداء عن الطريق، جبر الخواطر. ونفس الشيء يطبق في المواد العلميه الاخرى اللي تيقريونا في المدرسه. بالنسبه لي هذه هي الطريقه الوحيده باش نسبه الاميه وحتى نسبه البطاله تنخفض عندنا في البلاد، حيت باش نهضروا لوجيك الدوله ما يمكنش ليها تبني لك كل شيء، واخا هي اصلا ما بنات لك والو. الا ما كانش التعليم والطب راه ما كاين والو، فهمتي؟ باش غينفعني انا الزليج المغربي. نرجعوا ثاني للتفاهه. التفاهه راه مذكوره في القران لكن ماشي بهذا اللفظ، مكتوبه بطريقه اخرى اللي هي اللغو. اللغو هو الكلام او الفعل الذي لا ينفع، مثلا والذين هم عن اللغو معرضون. هذه الايه كتشجع المؤمنين انهم يتفادوا الفعل او لا الكلام اللي لا فائده منه. واذا مروا باللغو مروا كراما، اي ان عباد الرحمن ما يقدروش يوقفوا عند اللهو والعبث، عندهم حوايج اهم كيدوزوا مرور الكرام بلا ما يشغلهم داكشي. داكشي علاش قلت لك قبيله الكره مثلا ما تكونش كتلهيك على حوايج اهم بحال الصلاه، القرايه، الخدمه. اما الكره بحد ذاتها ماشي حرام، كاين اللي كيعتبرها خدمه، كاين اللي دايرها كونسيبت في يوتيوب باش يتخلص منها مزيان، باش عرفتي الار بي ام ديالها ماشي كبر من المحتوى ديني. المهم اللعب والمزاح والضحك ما كاينش انا كانسان تافه. واحد المره كان واحد الراجل من الباديه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز عليه هذاك الراجل. ايوا هذاك السيد ملي كان جاي مشى الرسول صلى الله عليه وسلم علقو من اللور وقال شكون اللي يشري مني هذا العبد، شكون اللي يشري مني هذا العبد. هذاك الراجل تصدم وقال مع راسو او شكون هذا اللي شادني وبغى يبيعني كعب. ملي دارو تلفت لقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كان كيتمازح معاه وبقوا كيضحكوا مع بعضياتهم. هاد القصه كتبين لك ان هذاك المزاح النقي هو عباره عن ترويج عن النفس وماشي تفاهه. امتى كيولي تفاهه؟ هو ملي كتكثر من داك المزاح كتولي بساله. نرجعوا ثاني لمواقع التواصل الاجتماعي، فكما في الواقع خاص تعمر وقتك بحوايج اللي هما اهم واللي غيرجعوا عليك بالنفع، حتى في المواقع استهدف اكثر المحتويات اللي غادي يرجعوا عليك بالنفع، وهنا غتكون تقريبا ضربتي عصفورين بحجر واحد. منها انت كتستافد ومنها كتعاون المحتوى الجيد باش يطلع طوندونس بحال هذا الفيديو. فمادام وصلتي لهذه المرحله هذه في هذا الفيديو، اذا انت ماشي عاونتيني انا، راك عاونتي المحتوى الهادف باش يطلع. اما انا غير عبد ربي ضعيف، غير دايز في هذه الدنيا مرور الكرام كيف ما قلنا قبيله. غيجي واحد النهار غتسالي وقتي وغيجي واحد اخر غيرو بلاصيني، ثلاثه ديال العصافير بحجر واحد. زيد عليها الاجر اللي غادي دي لهيه هنا ولهيه. انا ما قلتش لك ما تكونسوميش المحتوى التافه كاع، لكن خاص المحتوى الهادف تكون كتكونسوميه اكثر، لان كما قلنا الا بغيتي تجدد الطاقه ديالك خصك دير واحد الانشطه، وهذوك الانشطه غالبا باش ما نكذبوش على راسنا كتكون ترفيهيه. وعاوتاني في مواقع التواصل الاجتماعي تفكر باللي انت مستهلك وحذاري تكون مجرد خوارزميات كتلعب بها واحد البلاتفورم، على الاقل وانت ما رابح ما مستفد معهم والو. لكن كيفاش غندير هذا الشيء؟ كيفاش غنستهدف المحتوى اللي غينفعني؟ اول حاجه الا ما كنتيش كتخدم في الانترنت فما كاينلاش تدوز اصلا الوقت ديالك فيها، ساعه واحده راه كثيره في النهار. المحتوى الهادف راه ماشي بالضبط غير في الانترنت، راه حتى في الواقع. الا كان عندك النهار خاوي تقدر تمشي تريني مثلا، تقدر دير مذاكره مع راسك، تقرا شي كتاب، راه تقدر تكون غير كطيب في داركم مع راسك، راه واحد الحاجه اللي زوينه صراحه. احسن ما تبقى تسكرولي في فيسبوك ولا انستغرام بلا معنى. الحل الثاني حتى ديك السويعه اللي غادي تدوزها مثلا في السوشيال ميديا، حاول تستهدف المحتوى اللي غينفعك، شي محتوى تفرج فيه غيعطيوك معلومات غينفعوك في الدومين اللي انت كيعجبك، مثلا بحال مثلا جيم في العالم ديال الفيتنس، 3 دي اولا فيديو ايديتينغ، جرافيك ديزاين. عطا الله ما يدار خاصك غتبدا صناعه المحتوى، تبع الناس اللي غيعطيوك معلومات باش تبدا. بغيتي معلومات دينيه تبع اهل العلم والشريعه، واخا وكاك هاد صناع المحتوى كاملين والفيديوهات ديالهم راه غير كافيه، حيت اساس ديال المعرفه هو البحث. خاصك تكون كتبحث على راسك خصوصا في الدين وما تكونش غير سامع. بزاف ديال الناس دابا كيبارطاجيو محتوى ديني، لكن دوك المعلومات مع الاسف كتكون اغلبيتها غلطه. الا طبقتي الطريقه الثانيه واستهدفتي المحتوى النافع، حتى الالغوريثم ديال ديك البلاتفورم كتعاونك باش تزيد تقلب وتسهل عليك البحث ديالك في داك الدومين اللي انت باغي تفهم فيه. الحل الثالث كاين واحد الحاجه اللي سميتها بلوك وسينيال. اي محتوى غيأثر على دماغك بشكل سلبي كتبلوكيه. سالينا. الحل الرابع هي صناعه المحتوى، وهذه هي احسن حاجه نقدر ننصحك بها انا شخصيا. علاش صناعه المحتوى؟ لان صناعه المحتوى انت كتبحث وكتعلم قبل ما تعلم ناس اخرين. يعني باش دير واحد المجهود تصور واحد الفيديو خاصك دير واحد المجهود قبل
باش تجيب المعلومه، وديك المعلومه ملي كتجيبها راك كتستافد منها انت الاول قبل ما يستافد منها بنادم. انت كصانع محتوى كتربح من شحال من حاجه، كتستافد وكيستافدوا معك الناس وكدي واحد الاجر كبير، وعلاش لا الا كان دعم مادي ما راه مخيره كاع. وهذا الاخير هو اللي كيخلي اي صانع محتوى مفيد يستمر ولا لا، هو الدعم المادي والدعم المعنوي. الا كنت عزيزي المستهلك غادي دير واحد 100 دولار على قبل 1 اكس جهنم، اللهم هذيك 100 دولار صدقها او لا عاون بها صنع محتوى الهادف. صانع محتوى حقيقي غادي معاه افاده واجر خير لك من الحرام. مع الاسف التفاهه ما مسيطراش فقط على المتعلم وانما حتى المعلم. المعلم دابا وليتي كتلقاه كيمارس المهنه ديالو ماشي على قبل التعليم او لا على قبل باش ينشر العلم، وانما على قبل الشهره او لا الفلوس. فحاجه طبيعيه نشوفوا شباب كيفضلوا يتفرجوا في الماتش ديال الكره عوض ما يجي تصنت لك انت طالقه عليه في الدرس ديال الفلسفه بواحد الطريقه ديال الشرح اللي ممله بزاف. علوم الغرض منها ماشي الاكتساب وانما الحقائق وتهذيب الاخلاق باش تولد لنا واحد الجيل واعي، جيل على الاقل كيعرف وقتاش يتمازح ووقتاش يخدم عقله. لكن هاد الاساتذه هادو ما تقدرش حتى هما تلوموا، حيت حتى هاد النوع ديال الاساتذه جاو نتيجه النظام التعليمي اللي كاين في البلاد ودوك البروتوكولات الخاويه والديمقراطيه وبزاف ديال العوامل سلبيه. فراه عادي تشوف استاذ مثلا كيخص الهضره، عادي تشوف استاذ مثلا كيشطح في تيك توك، ولا استاذ عادي جدا يتحرش ببنت كتقرا عنده. انا شخصيا شفت هذا الشيء شحال من بنت جات عندي انستغرام كتقول لي خويا راه تخنقت بزاف حيت عندي واحد البروف كيتحرش بيا ديما. ولهذا السبب شحال من بنت بدلت القسم، شحال من بنت بدلت المدرسه كاع، وشحال من بنت خرجت من القرايه بصفه نهائيه. العنصر النسوي انا كنشجعهم على هذا القرار. بغيت نقول لكم اعتقتي راسك من واحد النظام تعليمي فاسد اكثر ما هو مفيد، غادي تلقاي راسك غمجليه في لافاك ودايرين بك الديار. الحمد لله وصلنا لواحد المرحله دابا تقدر تعلمي اونلاين غير من داركم، ماشي بالضروره حتى تكوني حاضره في المدرسه. كاينين بنات تعلموا 3 4 5 لغات غير من الدار وعن بعد، وعلموهم الناس اخرين عن طريق دورات خلصوا منهم فلوس صحيحه، على الاقل احسن من الصالير اللي غتعطيك الدوله انت كاستاذ. تقدر تبان لكم الهضره ديالي غير زواق، لكن هذا الشيء راه كاين على ارض الواقع. حنا دابا كطلبه او معلمين او اطباء او موظفين كندفعوا ثمن ديال واحد القرارات داروهم واحد المسؤولين شحال هذه. الاشكال نفس القرارات كل عام ما كتبدل حتى شي حاجه في التعليم. بالاخص قديما كانت المدرسه ملي كتبغي تبنى كيديروا بعدا مأتم العلم. هذا المأتم قالوا كيخدموا فيه وحدين كيقولوا عليهم ارباب الهمم العاليه، ارباب الهمم العاليه والانفس الذكيه، وكان التعليم كيتعطى لمن يستحق. الاستاذ في هذاك الوقت ما كانش عنده صالير، كان الاستاذ بحال الفقيه ديال دابا. الا مشيتي مثلا لهذوك القرى اللي كاينين في الجنوب كتلقى الفقيه ما عندوش صالير من الحكومه، الصالير كيجمعوه الناس ديال القبيله وكيعطيوه ليه وكل شهر برزقه. نفس الشيء الاستاذ ديال شحال هادي مع بعض الاختلافات. الاستاذ ديال شحال هادي ماشي بالضروره الاجره اللي كيتخلصها تكون فلوس، تقدر تكون ماكله حوايج ولا فلوس، ومن بعض المرات الا كان الرزق كثير كيجيوه بثلاثه. نهار شدوا هاد الاستاذ داروا ليه صالير مشى حلاو التعليم. دابا كنهضر لك على التعليم على باز. تقدر تبان لكم الهضره ديالي شويه قاصحه للاساتذه ديال دابا، لكن مع احتراماتي انا شخصيا النص ديال الاساتذه هنا في المغرب الا ما قلتش الاغلبيه ما كنحترمهمش، ما غاديش نحترمهم على قبل داك التعليم اللي عطاوه لينا في العمومي. وبلا ما تقول لي ما يمكنش لك تلوم المعلم راه ما كيخلصوش مزيان، شوف الظروف علينا كاملين اخاي، سواء المعلم او التلميذ. الا كان المعلم كيتخلص واخا الاجره ديالو كتجيه قليله فما ذنب الطالب، حيت ماشي انا مضرور نمشي نقزر واحد كفس مني. اسمح لي الامور ما كتمشاش هكا صديق. علاش جبدنا هاد المواضيع؟ حيت هذه هي التفاهه الحقيقيه اللي خصنا نحاربوها في هاد البلاد. انك تعطي منصب استاذ لمن لا يستحق فهذه تفاهه، تعطي منصب لطبيب كيكزر في عباد الله هذه بالنسبه لي تفاهه. باش طيح في هامش الخطا هو امر وارد، لكن سيادتك باش تكرر هاد الاخطاء على طيله هاد السنوات وانت عندك كاع الامكانيات الماديه باش تبدل المنظومه التعليميه، فاسمح لي هذه راه ماشي غير تفاهه، هذه تفاهه وجهل وضياع امه.